يقول الشاعر: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. اي والله صحيح. مشكلة الجاهل مو بأنه ما يعلم، مشكلته أنه يجهل أنه يجهل. هذا الإنسان يحتاج إلى علم كثير، لا ليكون عالم بل ليعلم أنه جاهل. على قول المتنبي: كدعواك كل يدعي صحة العقل، ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل. من اللي يقول أنا جاهل ولا في جهل؟ الناس كل اللي يسمعوني هالحين ما فيهم أحد يقول أنا جاهل، يعني أكثرهم يقول يا صح أنا ماني باينشتاين، لكني ماني بجاهل، ماني بغبي، ماني بحمق. إذا هالحمق اللي نشوفه والجهل ما درى أصحابه. طيب وش الحل؟ الحل إنك تحط لك شوير. أقول لك كم واحد عاقل يردعك عن بعض التصرفات. أنا متخذ هذا مبطي، واللي لازم يحط الشوير العاقل والذكي. في أشياء لازم تتجنبها مع ذا الشوير اللي حطيته، اللي يوم تحطه وأنت راضي ومقتنع بعقله وصدقه، اللي هو إنك ما تغضب ولا تجادل حال الملاحظة، لأنه رأى منك جدال أو غضب فلن يصارحك مرة أخرى.